مساء الفل. النهارده هنتكلم ازاي نعمل ابديت سوفت وير للعربيه بتاعتنا، والنهارده معانا BYD سونج بلس دي لينك 5 اللي هي السمارت اديشن، وهقول لكم ازاي تعرفوا العربيه بتاعتكم ليها ابديت ولا لا، وايه هو الفيرجن اللي نازل عليها، اخر فيرجن نزل عليها بالتاريخ، وازاي اصلا تعملوا ابديت سوفت وير لاي عربيه BYD وبالاخص اللي جايه من الصين. والطريقه اللي هشرحها سهله جدا، مش محتاجه اي حاجه، مش مستاهله تروح لاي حد، تقدر تعملها في بيتك. كل اللي انت محتاجه USB ولابتوب، وتمشي على الخطوات اللي انا هقول لك عليها. ما تقلقش خالص، الموضوع ما فيهوش اي خطوره على العربيه، والموضوع سهل وبسيط. ولو اي حاجه وقفت معاك في الطريقه اللي احنا بنقولها ما تترددش خالص، واكتب لي تحت وانا هرد عليك على طول. تعالى الاول بس نروح على اللابتوب، هنعمل شويه خطوات كده بسيطه برضو هنخلصها، وهنظبط USB، وبعد كده ننزل على العربيه تاني. يلا بينا. طيب عشان ننزل السوفت وير المظبوط للعربيه اللي معانا، اول حاجه عايزين نعرفها هي ايه السوفت وير اللي عليها اصلا. فنروح عند سيتنج، هننزل تحت، هتدوس على دي لينك، وبعد كده تدوس فيرجن. هو ده الرقم اللي احنا محتاجينه. طيب رقم 23 ده بيسموه شيب سيت، ماشي؟ يبقى انا العربيه دي شيب سيت 23.1، دي لينك 5. دي لينك 5 مثلا ممكن نشبهه بايه؟ زي ويندوز 11 او ويندوز 10، اسم النسخه نفسها اللي ماشيه عليها العربيه. ومش مهم تعرف عربيتك دي لينك 5 ولا لا، انت اهم حاجه بالنسبه لك احنا هنمشي بالارقام دي كده بالترتيب علشان نجيب السوفت وير الصح للعربيه. طيب انا عايز اعرف العربيه دي السوفت وير بتاعها تاريخه امتى، او اخر ابديت نزل امتى. شايفين من اول هنا 25 ده يعني السنة 2025، 05 دي يعني الشهر، شهر 5، 20 اللي هو الرقمين اللي بعديهم ده اليوم. يبقى آخر أبديت نزل على العربية ده كان أبديت يوم 20/5/2025، ده التاريخ بتاع الأبديت ده. طيب إحنا عشان لقينا سوفت وير جديد نزل في شهر 7، وده اللي إحنا هننزله النهاردة وهنعمله دلوقتي. الملخص الرقم ده تصوره بالموبايل أو تحفظه عندك زي ما هو كده، صوره بالموبايل أحسن، وهوريك ازاي هننزل السوفت وير بتاع عربيتك المظبوط من على السيرفر. الموضوع سهل جدا وبسيط، انت بس هتبقى مركز وتشوف الارقام دي بالظبط هي. ماشي، هنخش على السيرفر الروسي، هحط لكم اللينك طبعا في الديسكريبشن. هنختار انجلش، بعد كده هنروح على فايلز اون ذيس سيرفر، بعد كده نختار رابع واحدة فريم وير دي لينك، بعد كده تالت واحدة باي ذا ليست. وهنا السيرفر مقسم فايلات السوفت وير على حسب الفيرجن بتاعتك، فعشان كده هحط لكم صورة تعرف انت دي لينك كام. احنا مثلا الشيب سيت بتاعتنا 23، فاحنا عرفنا كده ان احنا دي لينك 5. يعني مثلا انت لو الشيب سيت بتاعتك بادئه برقم 2 او بادئه برقم 4 او بادئه ب5 او 26، يبقى انت دي لينك 2، وهكذا. الصورة موضحة كل حاجة. هنختار دي لينك 5. بعد كده اول ما دخلنا لقينا نفسنا شيبسيت 23.x ده معناها اي رقم يعني، ماشي؟ هنختارها وبعد كده هنمشي مع تسلسل الارقام. انا مثلا الرقم بتاعي اوله 23.1.83، عشان كده هختار اخر فايل. لقينا ايه؟ لقينا الابديت بتاع شهر 3 وشهر 5 وشهر 7. احنا اخر حاجه منزلنا شهر 5، فهننزل شهر 7 دلوقتي. ماشي، بدأ ينزل اهو. وحجمه قد ايه؟ 5.7 جيجا، تقريبا 6 جيجا يعني. بعد كده هنروح بقى على USB بتاعتنا، هنعمل لها فورمات، واهم حاجه الفايل سيستم بتاعنا نختاره NTFS زي ما انا مختاره كده. بعد كده تدوس ستارت. ماشي، اول لما الفايل ينزل عندك هتغير اسمه، هتخليه ابديت فون، والاسماء دي ما تشغلوش بالكم بيها. هكتب لكم كل حاجه تحت في الديسكريبشن بطريقه منظمه كده، حتى عشان تاخدها كوبي بيست على طول. وبعد كده بقى نروح على USB تاني، هنعمل فايل اللي هو نعتبر مثلا اللي هو الفايل الكبير، وهيبقى اسمه BYD update package. وبعد كده جوه الفايل ده هيبقى فيه فايل تاني اسمه ويلو MSM. واخيرا هنحط الفايل بتاع السوفت وير جوه اخر فايل عملناه. كده احنا خلصنا USB. وهتبص بقى على الفايل باث بتاعك، لازم يبقى بالاسلوب ده. انا عملت لكم دي عشان تسهل عليكم تتخيلوا كده ايه
الترتيب عامل ازاي. وبعد كده تعمل ايجكت اليو اس بي طبعا. خلاص عرفنا الفيرجن بتاعت العربيه بتاعتنا ونزلناها وظبطنا اليو اس بي. تعالوا بقى الخطوه الاخيره واسهل واحده، ازاي ننزل السوفت وير على العربيه. هناخد اليو اس بي بتاعتنا كده اهو مع بعض، هننزل في الحته اللي تحت التكييف او تحت الكونسول، مش عارف بيسموها ايه، وهندخل اليو اس بي بتاعتنا اهو. خلاص هي كده دخلت. اول لما تدخلها بقى بص ما عملتش اي حاجه، انا دخلت اليو اس بي بس انت لو اول مره تعمل ابديت سوفت وير للعربيه بنفسك مش هيحصل لك زي اللي حصل لي ده، لان انا عامل ابديت قبل كده كذا مره. فالعربيه اول مره خالص هتيجي تعمل فيها ابديت هيطلع لك كيو ار كود كده كبير قوي في العربيه، ومش هتعرف تعمل اي ابديت غير لما الكيو ار كود ده يروح. طيب هنحل المشكله دي ازاي؟ موضوع بسيط خالص، هتنزل الابلكيشن ده، هتدوس عليه هيعمل باي باس للكيو ار كود ده، والعربيه هتعمل زي بقى عندي كده لوحدها. على بقى ايه، ندوس او تي جي ابجريد. هو كده بيعمل ايه؟ هو ازاي بيعمل بريبيرنج للابديت اللي على اليو اس بي، ماشي. وزي هنا بيقول لك هنا تحذير، بيقول لك ما تسوقش العربيه، مالتي ميديا ابجريدنج شغال، وكل الفانكشن بتاعت المالتي ميديا اللي هو السكرين يعني واقفه علشان الابجريد ده. بس انت مش هتعمل اي حاجه، انت قاعد بتتفرج بس لحد ما تخلص. الموضوع بياخد مثلا 10 دقايق ولا حاجه. بعد كده بتعمل ريستارت، وبعد كده بتخش في حاجه اسمها سيمبل مود راننج، ماشي. وبعد كده تلاقي بقى ايه، ابديت ان بروجرس، بدا يلودنج. اول ما تخلص كل ده تعمل ريستارت تاني وتقوم، المفروض كده الابديت بتاعنا يبقى نجح. انا معاكم برده لحد ما نخلص واقول لكم خدت مني وقت قد ايه. خلاص الحمد لله عملت ريستارت كده، يعتبر خلصنا. زي ما انتم شايفين هي كانت بادئه على فكره 25 دقيقه، دلوقتي 45 دقيقه بالظبط، يعني تقريبا خدت 20 دقيقه. عايز ال 10 دقايق اللي انا قلتها لكم دي تمحوها من ذاكرتكم خالص، ولا كاني قلت اي حاجه. وزي ما انت شايف كده الميديا ابجريد يو ديسك ابجريد سكسس، خلاص احنا كده نجحنا. تعالوا بقى نروح ايه السيتنج دي، لينك الفيرجن اهو. الابديت ده بقى ايه 2025 07 اللي هو شهر 7 20/7، ده ايه اخر ابديت نزل للعربيه بتاعتي. بس كده خلاص الحمد لله نجحنا. تعالوا بقى نشوف اي حاجه نزلت تانية ولا لا. بصوا في جيم سنتر دي ما كانتش موجوده، نزلت مع الابديت او على حركات لعب وبتاع. عامه بي واي دي اصلا بتبيع كنترولر زي بتوع البلاي ستيشن او الاكس بوكس، تلعب على السكرين عادي. بس طبعا كل حاجه بالصيني، ازمتنا في الصيني. حاسس العربيه دي علمتني الصيني والله. المهم يعني مش هنستفاد منه باي حاجه. خرجنا يا ابني، هنقفل اهو، نقفل كل الابلكيشن ديت. الحته اللي فوق دي برضه انا خدت بالي بعد الابديت الجديد اتغيرت، كانت ستاندرد ولارجر، دلوقتي بقت ستاندرد واتغيرت كده بقت هاي. دي بتاعه الريجنريتيف بريك، دي لما اجي افرمل بشحن البطاريه، فهاي دي بدخل كهرباء اكتر للبطاريه بس بتبقى تقيله. الفرامل بتبقى تقيله، ده وسط الفرامل بتبقى غريبه، هي مش تقيله اكتر ما هي بتبقى غريبه، انت مش متعود عليها. ستاندرد دي بقى دي العاديه، بتدوس فرامل عادي، وطبعا برضو بتدخل كهرباء للبطاريه بس بتبقى بكميه اقل. بس ده الفرق ما بينهم يعني، لو انت مش عارف الفرق فانا قلت لك كده اهو. وخلاص كده خلصنا النهارده. اتمنى اكون وصلت كل حاجه بطريقه بسيطه والموضوع نجح معاك وقدرت افيدك. كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.